بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أنا بلال أحمد، والنهاردة هنبدأ مع بعض كورس جديد وهو كورس أدزفاي جراماتيك. تمام كده، والكورس ده هيكون خاص بالجراماتيك فقط لا غير أو الجراماتيك الخاص بمستوى الأدزفاي. تمام كده. طيب قبل ما حضرتك تذاكر الكورس ده لازم تكون مخلص كورس الA1 أو خطة ال 52 يوم. أول حاجة هنتكلم عليها النهارده هي das perfect أو المضارع التام. طيب تعالى أقول لك إيه المضارع التام أو يعني إيه مضارع تام. خلاص، باختصار شديد كده أنا هنا بتكلم على جملة فعلية حصلت في الماضي. خلاص كده أنا بتكلم على حاجة أنا عملتها في الماضي وانتهت. خلاص كده، وكلمة عملتها دي يعني ده فعل أساسي، يعني أنا في عندي هنا فعل أساسي في الجملة. خلاص كده، يعني من الآخر أنا باتكلم على جملة فعلية ولكن الجملة دي حصلت في الماضي. طيب أنا مش فاهم، طيب تعالَ ناخد أمثلة بالعربي خالص. أنا دلوقتي باقول لك أنا عملت الواجب، أنا عملت الواجب، خلاص كده؟ أنا عملت الواجب دي جملة فعلية حصلت في الماضي. أنا كلت بيتزا، جملة فعلية حصلت في الماضي. أنا اتعلمت ألماني امبارح، جملة فعلية حصلت في الماضي. هو سافر ألمانيا الأسبوع اللي فات، جملة فعلية حصلت في الماضي. أنا اشتريت موبايل جديد، جملة فعلية حصلت في الماضي. لو حضرتك خدت بالك بقى إن كل الأفعال دي حصلت في الماضي، وهو ده الداس بيرفكت أو المضارع التام. خلاص كده؟ طيب تمام، المضارع التام ده أو الداس بيرفكت بيتكون من إيه؟ إزاي إن أنا أتكلم على جملة فعلية أنا عملتها في الماضي؟ طيب، أول حاجة في عندي قاعدة عامة، القاعدة العامة دي طبعًا ليها شواذ، وأنا هاقول لك الشواذ دي هنعمل فيها إيه دلوقتي. خلاص؟ فالقاعدة اللي أنا هاقولها دي بتنطبق على تقريبًا 90% من الأفعال الموجودة في الألماني. خلاص؟ أول حاجة بنحط الفاعل بتاعنا. خلاص كده؟ أول حاجة بنحط الفاعل، أيًا كان بقى الفاعل ده كان اسم أو ضمير. رقم 2 فعل مساعد. طب تمام، إحنا دلوقتي في عندي فعلين مساعدين إحنا بنحطهم، إما sein وتصريفاتها أو haben وتصريفاتها. خلاص كده؟ يعني ich bin، du bist، ich habe، du hast، وهكذا التصريفات بتاعتهم. تمام. بعد كده تكملة الجملة. خلاص كده، وبعد كده بنجيب في الآخر الفعل أوله جه واخره تي او ان. طب هنا انا كاتب لك اصل الفعل، يعني ايه اصل الفعل؟ يعني بحذف منه الاي ان اللي في الاخر. خلاص كده، بحذف منه الاي ان اللي في الاخر، بحط قبله جي اي وان او تي. طيب تمام كده، احنا عرفنا ايه التكوين بتاعنا. طيب انا على اي اساس هحط هابن او زاين؟ على اي اساس هحط هابن او زاين؟ قال لك بص والله احنا عندنا في الالماني في افعال ساكنه وفي عندي افعال متحركه. طيب تمام، افعال ساكنه زي ايه؟ قال لك الافعال الساكنه دي هي الافعال اللي انا لما بعملها انا ما بتحركش من مكاني. الفعل الساكن ده هو الفعل اللي انا لما بعمله انا مش محتاج ان انا اتحرك من مكاني. زي فعل ياكل، فعل اسن، انا وانا باكل ما بتحركش من مكاني. انا بعمل الواجب، انا وانا بعمل الواجب انا ما بتحركش من مكاني. طب لو قلت لك انا سافرت المانيا، لا انا هنا اتحركت من مكاني، وفي الحاله دي انا ما بستخدمش هابن، بستخدم ايه؟ زاين. يبقى احنا دلوقتي عندنا الافعال في الالماني نوعين، افعال ساكنه. خلاص، ودي لما انا بحطها في الجمله بستخدم معاها فعل مساعد هابن بتصريفاته، وعندي افعال متحركه خلاص بستخدم معاها زاين بتصريفاته. خلاص كده. طيب اصبر بس عليا شويه، انا كده شرحت لك ايه القاعدة بشكل عام. طيب تعالى نفصل الموضوع أكتر. يعني إيه الأفعال اللي بتيجي مع هابن؟ إيه هي الأفعال اللي بتيجي مع هابن؟ قلت لك إيه من شوية؟ الأفعال الساكنة. يعني دلوقتي أي فعل ساكن أنا بعمله وأنا واقف في مكاني أو قاعد في محيط معين، خلاص كده بستخدم مين؟ هابن بتصريفاته. يعني إيش هابه؟ دو هاست. خلاص، إيه هات، في هابن، زي هابن. خلاص كده. زي مثلا اسن وانا باكل انا قاعد في مكاني. كاوفن انا بشتري حاجه انا واقف في مكان معين. مخن بعمل حاجه. لانن بتعلم حاجه. كل الافعال اللي بالشكل ده كده استخدم معاها مين؟ هابن. خلاص كده. طيب انا هنا قايل لك ايه الافعال دي كلها بيجي معاها ايه؟ هابن. خلاص كده. طيب في حته هنا وبيتصرف عادي مع الضمير الموجود في الجمله، ولاحظ ان الفعل بيكون في المصدر بدون اي تغيير. يعني ايه في المصدر؟ يعني انا دلوقتي باخد الفعل ده، هو ده الفعل اللي انا بروح اصرفه، بحذف منه الاي ان
خلاص كده، وباحط قبله GA وفي الآخر T أو إيه أو N. خلاص كده؟ طيب تعالَ ناخد مثال عشان نفهم يعني إيه فعل ساكن، ويعني إيه الفعل ده باجيبه مع مين؟ باجيبه مع haben. أنا دلوقتي باقول لك ich lerne Deutsch. ich lerne Deutsch. خلاص كده؟ أنا باتعلم ألماني. خلاص كده؟ أنا وأنا باتعلم ألماني أنا قاعد في مكاني، أنا ما باتحركش. استنى، أنا قُلت لك أنا باتعلم ألماني، ما قُلتلكش أنا رُحت أتعلم ألماني. خلاص كده؟ طيب تمام. أنا دلوقتي عايز أقول أنا اتعلمت ألماني وخلّصت. خلاص كده؟ نيجي للفعل lernen ده. خلاص كده؟ فعل ساكن والّا متحرك؟ فعل ساكن، وبناءً على إن هو فعل ساكن هاصرّفه مع مين؟ مع haben. طيب تمام، يبقى ich بتاخد haben والّا hast والّا hat والّا habe والّا بتاخد إيه؟ بتاخد habe. يبقى ich habe وبعد كده بتحط تكملة الجملة. هنيجي لمين؟ لفعل lernen. lernen ده هنعمل معاه إيه؟ هنحط قبله GA وفي الآخر T. طيب في حاجة تانية، اصبر بس عليّا وأنا هاقولها لك دلوقتي. هل دي قاعدة ثابتة؟ لأ، مش قاعدة ثابتة. خلاص؟ القاعدة دي زي ما قُلت لك بتمشي على 90% من الأفعال، فلازم حضرتك الأفعال اللي أنت متعوّد إنك تستخدمها لازم تحفظ الperfect بتاعها. هنا ich kaufe ein Buch. ich kaufe ein Buch. أنا باشتري كتاب. خلاص؟ فعل يشتري، عملية الشراء بتتم وأنت واقف، وأنت واقف في مكانك، ما قُلتلكش أنا رُحت اشتريت كتاب. طيب تمام. هنا ده فعل ساكن والّا متحرك؟ فعل ساكن، وبناءً عليه بنجيبه مع مين؟ بنصرّف إيه؟ بنصرّف الفاعل اللي موجود مع haben. يبقى ich habe وبعدين ein Buch عادي. نيجي لفعل kaufen لمّا جينا رُحنا نشوف الperfect بتاعه. خلاص كده؟ فبقى مين؟ gekauft. إيه اللي حصل؟ حذفنا الAN اللي في الآخر، حطينا T في الآخر مكان الAN وحطينا في الأول GA. خلاص كده؟ هنا Ich wohne in Deutschland. Ich wohne in Deutschland. خلاص كده؟ هاعمل إيه؟ هاقول ich habe. ليه ich habe؟ عشان wohnen فعل ساكن، أنا مُقيم أو أنا ساكن أو أنا عايش دلوقتي في Deutschland. خلاص؟ يبقى ich habe in Deutschland gewohnt. gewohnt. ليه قُلنا gewohnt؟ خلاص؟ جينا للفعل wohnen حطينا أوله GA وفي الآخر حطينا مين؟ حطينا T. نيجي للي بعده ich mache die Hausaufgabe. خلاص كده أنا باعمل الواجب. أنا دلوقتي عمّال باعمل الواجب. طيب أنا باقول لك أنا عملت الواجب. أنا عملت الواجب. يبقى ich habe. ليه ich habe؟ عشان إحنا إيه، قُلنا ده فعل ساكن وبناءً عليه بنصرّف الفاعل اللي موجود في الجملة مع مين؟ مع haben وتصريفاتها. خلاص كده؟ هنيجي للفعل machen نحط أوله GA وفي الآخر إيه، T. يبقى بقى machen بقت إيه، gemacht. هنا عمر lernt Deutsch. عمر lernt Deutsch. عمر بيتعلم ألماني. طيب أنا عايز أقول لك عمر اتعلم ألماني وخلّص. يبقى هنجيب عمر ده نصرّفه مع مين؟ مع haben. عمر لو شِلناه هنحط مكانه er. يبقى er hat Deutsch gelernt. ليه؟ رُحنا جِبنا الفعل lernen حطينا أوله GA وآخره T. بعد كده er isst Käse. هو بياكل Käse. خلاص؟ هنا هنعمل إيه؟ يبقى er hat Käse gegessen. طب استنى، أنت مش لسه قايل لي إن إحنا بنحط GA وفي الآخر T؟ لأ، ما أنا قُلت لك في أفعال شاذة. خلاص كده؟ اصبر بقى عليّا شوية، أنا هنا باشرح لك القاعدة بشكل عام، كمان شوية هاقول لك على حاجة تلخّص لك كل الشرح ده. ننزل تحت شوية نروح بقى مين؟ للperfect mit sein. يعني إيه الperfect mit sein؟ يعني إيه بقى الأفعال اللي بتيجي لي مع sein؟ إيه الأفعال بتيجي مع sein؟ الأفعال المتحركة. يعني إيه متحركة؟ يعني أنا واقف في المكان ده كده، خلاص، مشيت، رُحت المكان ده كده. خلاص، يبقى ده اسمه فعل متحرك زي gehen، fahren، ankommen. الأفعال دي أنا احتجت إن أنا أتحرك من مكاني. خلاص كده؟ يبقى هنا لاحظت حاجة، كل الأفعال دي أنا غيّرت مكاني فيها. يعني أنا قُلت أنا ذهبت، أنا سافرت، هو وصل، أنا جريت. يعني هنا إيه، أنا اتحركت من مكان لمكان تاني. فأنت من غير ما تفكر تروح تصرّف الأفعال دي مع sein وتصريفاتها بقى. خلاص، يبقى ich bin، du bist، er ist وهكذا. خلاص كده؟ طيب في عندي برضه حاجة تانية، الأفعال اللي بتدل على تغيير الحالة زي sterben، aufwachsen، aufstehen. خلاص؟ الأفعال دي إيه؟ حصل فيها تغيير حالة، يعني أنت كنت نايم وصحيت، أنت كنت عايش ومت وهكذا. كل الأفعال دي برضه باستخدم معاها إيه؟ sein. طيب تعالَ ناخد مثال. أنا باقول لك هنا er reist nach Deutschland. er reist nach Deutschland. هو إيه؟
هو مسافر دلوقتي لألمانيا، هو مسافر دلوقتي لألمانيا. خلاص كده؟ طيب أنا عايز أقول لك هو سافر لألمانيا الأسبوع اللي فات. باعمل إيه؟ باجيب إيه باصرفها مع مين؟ مع زاين، يبقى إيه ist. خلاص؟ letzte Woche nach Deutschland دي كلها تكملة جملة. خلاص كده؟ وبنيجي في الآخر نحط فين؟ نحط الفعل في البيرفكت. خلاص كده؟ فعل غايزن لو جينا نصرفه هنحط الجي اي وفي الاخر تي يبقى ايه gereist. هنا ich reise nach Deutschland، انا مسافر دلوقتي لالمانيا. طيب انا عايز اقول لك انا سافرت لالمانيا وخلاص، يبقى ich bin nach Deutschland gereist. خلاص كده؟ انا ايه سافرت، انا سافرت وخلصت. تمام كده؟ هنا ich stehe für auf. يبقى هنا نيجي نصرفها ich bin für aufgestanden. خلاص كده؟ طيب تمام. تعالى بقى ايه للخلاصه. الفعل اللي انت بتعمله وانت بتتحرك من مكانك روح صرفه مع زين، سواء حالتك اتغيرت او اتحركت من مكانك. طيب الفعل اللي انت بتعمله وانت في مكانك استخدمه مع هابل. خلاص. طيب في بقى عندي مشكله صغيره، ان موضوع اصلا الجي اي والتي ان مش ثابت. خلاص كده؟ موضوع الكي اي والتي او الان ده مش ثابت. ليه؟ عشان في عندي افعال شاذه. طيب تمام، انا اعمل ايه دلوقتي؟ اي فعل انت عارف ان انت بتستخدمه كتير في قاموس عندنا اسمه تصريف الافعال الالمانيه، سواء هو او اي قاموس تاني. خلاص كده؟ بتكتب الفعل، يعني هو ده افضل حاجه. يعني انا استخدمت اكتر من حاجه، ده افضلهم الصراحه. وانت برضو لو عايز تستخدم اي قاموس تاني استخدمه. خلاص. وهتكتب الفعل وتختار كلمة بيرفكت هيدي لك التصريف بتاعه مباشرة وريح دماغك. طب هنا برضو انا مدي لك ايه شوية امثلة برضو. هنا ich lerne Deutsch يبقى ich habe gestern Deutsch gelernt. هنا ich kaufe ein Buch ich habe gestern ein Buch gekauft. وهكذا انا مدي لك ايه امثلة على ايه موضوع البيرفكت mit haben. خلاص كده؟ هنا برضو مديلك شويه امثله على ميد زاين. هنا برضو زي ما قلت لك كومن جيكومن جين جيجانجن فاغن جفاغن فليجن جفلوجن وهكذا. فانت ممكن اكيد مش هتلاقي كل الافعال بنفس القاعده، فانت ريح دماغك واستخدم ايه استخدم القاموس عشان تعرف مين البيرفكت. انا هنا بقول لك يعني الافعال هنا لاحظت حاجه، في افعال جت مع هابن والافعال دي اصلا كلها افعال سكون، وزاين جه معاه افعال ايه افعال حركه. تمام. فالافعال دي انا بستخدمها ايه وانا بتحرك من مكاني. طيب اتمنى ان تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.